هالو، عايزة أقول لكم إن الأسبوع ده كان صعب جدًا، لإن أنا أول مرّة أودّي بناتي بقى المدرسة، والباص بقى ييجي ياخدهم، لازم أصحى من الساعة 5 عشان أصلّي الفجر وأبدأ أعمل لهم lunch box والحاجات بتاعتهم. فكان أسبوع مرهق لإني مش متعودة على ده. الحضانة كانت الأولانية جنب البيت، فيعني كانت خطوتين وبيبقوا في الحضانة بتاعتهم. ولكن طبعًا كل فترة وليها معاييرها، وكل فترة وليها يعني يعني الوقت بتاعها أو التفاصيل بتاعتها. فبعد ما نزّلتهم كده الحمد لله، حبيت إن أنا كده أفوّق نفسي، لإني بقى لي فترة ما بانامش كويس ومش يعني لسه باتأقلم على الوضع. فحبيت إن أنا أعمل بقى إيه الice coffee بتاعي، وآكل مع جنبه كده أي حاجة سهلة بسيطة، لإني أنا حرفيًا مش قادرة أقف، مش قادرة أعمل حاجة. عايزة يعني أعين الطاقة بتاعتي دي لتنضيفة الخميس، علشان مش هاقدر إن أنا أستغنى عنها وأسيب البيت مش نضيف، لازم أعملها. فحبيت إن أنا اليوم يكون مفيهوش مهام كتيرة. فعملت كده ice coffee على السريع مع dessert كده mini croissant وتمام. قعدت أفكر كتير جدًا أعمل أكل إيه، لقيت عندي كيس المكرونة ده، بس قُلت لأ مش هيكفّي. لقيت عندي بواقي كيس مكرونة سباجيتي، فحطيتهم مع بعض قُلت مش هيخسّروا أي حاجة. وكان عندي كمان اللي هو الستريبس الجاهز ده، فقُلت أحضّره، أحطّه كده في الair fryer، باحطّه كده في الair fryer 20 دقيقة على درجة حرارة 160 عشان ما ينشفش معايا. وبيبقى زي الفل وتحفة جدًا. عايزة أقول لكم إن الحاجات دي أحيانًا بتنقذ المواقف وبتعدّي الأزمات، وبيبقى يوم صعب ومش عارفة تعدّيه إزاي، فبتعدّيه والحمد لله. هنا حطيت كده كوباية مَيّة، من مَيّة سلق المكرونة على الباودر اللي كان جاي مع المكرونة، لحد ما بقت بالقوام التقيل ده، وبدأت إني أنزّل عليها المكرونة اللي سلقتها وقلّبتها كويس جدًا. وكانت أكلة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت حلوة وجميلة وعجبتهم جدًا، جدًا. وعشان أنا كان عندي تنضيفة خميس فلازم أعملها ولازم أنضّف البيت، لإن لو ما عملتش كده هيتراكم عليَّ حاجات كتير الأسبوع الجاي. شوفوا القرمشة سامعينها؟ فعايزة بقى أعرّفكم تكنيك كده جديد اكتشفته وأنا يعني باحضّر خضار الأسبوع وكده. كنت جايبة الطبق ده من على ويب سايت، هابقى أنزّل لكم الفيديو بتاعة المشتريات كانت فيه. قُلت أجرّبه كده في الورقيات، هو أصلًا طبق حافظ للطعام وما بياخدش مكان، فقُلت أجرّبه للورقيات زي الجرجير، زي الشبت، زي الكزبرة، زي الخضار اللي هو بيبوظ مننا. وعايزة أقول لكم إن النتيجة أبهرتني. فعلًا الخضار فيه بيفضل محتفظ بلونه ومحتفظ بيه من الأسبوع للأسبوع. بس معلومة، لازم تقطعوا الجذور بتاعة الورقيات دي قبل ما تحطوها وتنضفوها من